السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي، يا رب تكونوا بخير. يا رب يسعد أي حد بيحط له لايك ويفرح له بكل اللي نتمناه. احنا الأيام دي في أيام مفترجة، أيام وقفة عرفات، يا رب اكتبها لنا جميعا، المسلمين جميعا يا رب. وإن شاء الله كده نبقوا نتقابلوا كده في بإذن الله في وقفة عرفات. وتعالوا بقى نعملوا أكلة حلوة وجميلة. بص حبايب قلبي، هنعمل الطبق الجميل دوت شهي وبسيط، حاجه جميله كده، وكلنا في العيد جايبين كل حاجه من ديت، وان شاء الله هيبقى سهل وبسيط عليكم. تابعوني وهتشوفوا الاكل. حبايب قلبي بصوا الفشه، بصوا بقى الطازه والجمال كده والحلاوه. لا بصوا اوريكم، بقول لكم حمرا ازاي. لا بصراحه تحفه. وما اتسلقت دي بقى الحته الغامقه دي، ده الطحال بتاع الخروف، ده الراجل اداهالي كده بصراحه، بس قلت السلق معاها يعني. بصوا كانت دايما مامتي الله يرحمها، ربنا يرحمها يا رب، الحاجه ربنا يرحمها ورحمته كده، ادعوا لها يا رب بالرحمه. كانت دايما تقول لي حاجتين: ما توريش عيشك الخمران لجوزك ولا فشتك اللي على النار. بصوا الفشه سابت الميه تحت وطلعت لفوق ازاي. يقول لك دي الحله مليانه فشه، تيجي بعد كده تعمليها ايه ده، هي راحت فين؟ يبقى اكيد اتاكلت. فعشان كده كانت دايما تقول لي العيش الخمران والفشه اللي على النار. ف... فاللي فاهم المثل كده يكتب لي ويقول لي يعني معنى الكلام، اللي الحاجه بتبقى منفوشه قوي 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 وفجاه تيجي تعمليها، هي بركتها فيها وكل حاجه، بس شايفين الحله مليانه ازاي، سايبه الميه تحت وهي طالعه لي فوق. افتكرتها، ربنا يرحمها ورحمته يا رب. بصوا حبايبي كده، قطعت البصل بقى جوليان او طرنشات اللي يعجبك قوليه، وحبهان كده برضو رحت فتحته عشان يعني ريحته تطلع كده والنكهه بتاعته. وحطيت بقى ملح وفلفل اسود وورق غور، وابتدي بقى ايه، اول ما هتغلي لو فيها ريم هلمه طبعا، عشان هي مغسوله كويس مش هيطلع منها ريم ان شاء الله. ف ولو لقيتي اي حاجه فيها ريم طبعا من الاحسن ان انت تشيليها. لا بصوا الحله وهي مليانه، بس دلوقتي بقى بعد ما تستوي كده وتدخل في السوا بتنزل لتحت شويه. احلى حاجه اللي هي ما بتفرش في الحله دي بتبقى مقفوله كويس. وطبعا وطي عليها بقى وسيبيها ونسيها، هتبقى احلى فشه وناعمه وجميله طريه كده زي ما بيقول. هبتدي بقى خرط البطاطس برضو واحضر حاجتي اهو. بصوا دخلت في تخليط البطاطس كده على طول، عمال ما تاخد وقتها كده الفشه يكون ايه البطاطس ايه اتحمرت باذن الله. فانتي وطي عليها بس وسيبيها شويه كده، وزيها زي سوى اللحمه كده، تبقى ناعمه وطريه وحلوه ان شاء الله. وهنحمر بقى شويه بطاطس وشويه بدنجان، ونعمل شويه سلطه حلوين، ويبقى يوم يعدي ويوم اقتصادي وجميل. طبعا احنا امبارح عملنا الفته وكده، فالنهارده هنعمل ايه تاني طبعا مع غلو الحاجه. فانتي قضي برضو وظبطي حاجتك برضو، مثلا يوم كده ويوم التاني كده ويوم التالت بقى اعملي برضو لحمه تاني، اعملي ممبار، اطبخي بقى اكل جنبه اي حاجه كده، هتلاقي نفسك ظبطتي حياتك. الاربع ايام هيعدوا عليكي من احلى الايام اللي كلتي فيهم كل شيء كويس، وما حرمتيش عيالك من حاجه ان شاء الله باذن الله. وربنا يا رب كده يوسعها علينا وعليكم باذن الله. بس يا حبايبي اهي كده بنشيلها اهي. بصي حتى كمان صغرت كده وبقت ايه، كانت الحته طبعا شايفينها زي ما يكون ايه يعني ضخمه كده. هي طالما استوت خلاص بقى ايه، نزلت ميتها وكده اهي. بصوا نشلتها كده على الحوض خلاص، ودوت بقى بتقشري لو في قشره وفي حته بسيطه كده، بس طبعا حطيته معاها كان جميل وحلو. بص يا حبايبي انا كده رحت ايه صبنت ايدي طبعا عشان احط ايدي في البطاطس. هقول لكم بص انا صبنت ايدي ازاي، واكيد المرايه مبينه طبعا اللي انا لازم اصبن ايدي طبعا. احط بقى كده اهي بطاطس على النار. انا طبعا البدنجان مخرطاه ومنزله منه ميته طبعا عشان ما يشربش زيت وكده. بس يا حبايبي اهي بقشرها، ما لقيتش فيه قشر ولا حاجه.
هو برضو الطحال ناعم وجميل برضو كده، حتى بص هتلاقيه لازق في السكينة. بس انا ايه بقى، هبتدي بقى ايه انضف السكينة واروح اصبنها وهبتدي برضو هصبن برضو الجلانشة او كده اللي انا هقطع عليه، عشان هو من كتر نعومته جوه كده بصوا بوظ لي الجلانشة شوية. معلش انا غبت عليكم كده، رحت ايه اصبنها. اهي بصي حتى سوسو تساعدني راحت تصبنها اهي كده. بقى لو في اي جلدة بسيطة ولا اي حاجة شيليها بايدك في سبيل برضو ما تشدش معاكي في الاكل. بصي ناعمة ازاي جميلة. لا والعصارة كده بتاعت الشوربة كده جوه الفشة مخليها طرية وحلوة جدا. بصي العيال ما بتفرقهاش عن الكبدة من جمالها كده، دي طالما استوت كويس بتبقى حلوة. وابتدي بقى ادق التوم وقرن فلفل احمر كده ولا قرنين حمر، واحطي شوية فلفل اسود وشوية ملح وشوية كمون صغيرين وشوية كزبرة كده بيدي طعم بصراحة. بس ما تخليهاش تخينة، يعني حاولي تقطعيها صغير كده في سبيل تبقى دي شبه الكبدة شوية وليها طعم. بص لو فيها جلدة ولا حاجة بشدها ازاي، بخليهاش خالص. دي برضه العيال الصغيرة ما تبقاش فاهمة حاجة فما تقرفش، وبرضه من الشكل بتبقى الأحسن يعني. طبعا دي القرقوشة دي بقى اللي بيدوقها بقى وايه يقول لي بقى طعمها دي بقى اللي بتحلي قوي 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 الفشة. بس الراجل خد العلاقة كلها اللي هي بتاعت الزور والله، على قد ما انا قايله له وزنها لي كلها، ساب لي الحتة الصغيرة دي بس مش مهم بقى. طبعا من كل اللي اكل حاجة بالهنا والشفا عليه يعني. انا وانا بجيب اللحمة والكبدة وكده رحت جايبة العلاقة دي وقلت هي تنفع في يوم وسايبة بقيتها برضو ان شاء الله هعملها معاكم في مرة تانية بإذن الله. بصي اي جلدة كده بصي حاولي ايه تتخلصي منها اهو. بصوا خلاص كده قربت اقطعهم ان شاء الله. سرحتوا ليه ما تنسوش اللايك والشير بقى وفعلوا الجرس عشان يوصلك كل جديد من تيتا حبيبتي. بصوا ما شاء الله جميلة ازاي. ابتدي بقى البطاطسية حمرت انشيلها. دايما تحطي ورق مناديل كده في طبق البطاطس او الباذنجان في سبيل يتخلص من الزيت شوية، ولو ما عندكيش صفيها كويس يعني. طبعا ده مش اجباري يعني، ده كل حاجة باختيار يعني، على قد ظروف الواحد يعني. عندك حطي، ما عندكيش انتي صفي كويس، كله من ايدك هيبقى جميل وحلو. بص يا حبايبي البطاطس اليومين دول جميلة اوي في التحمير. بوريك اهو دلوقتي التوم والقرون الفلفل الحمراء بس طلعت بقى مشقططة وجميلة خالص. اهو بص حطيت شوية كمون وشوية ملح وفلفل اسود، وهحط دلوقتي شوية كزبرة ان شاء الله. ولو عندك كبة صغيرة ضربيهم فيها. انا عندي بصراحة هون نحاس وبعزه جدا يعني، عارفين من اللي انا بحب الحاجات دي فبدقهم بقى ايه وبعملهم. بحب الحاجات اللي هي بتاعت زمان اليدوي دي. ايه ده؟ يعني انتي كان ممكن تضربيها في الكبة وكنتي سايباني اضرب في الهون؟ ايوه عشان احس باللي انا بطبخ. طب وانا مالي؟ لا انت مش مالك، انت عشان تتعودي. لا اله الا الله. انت سبتيني عارفه اضرب انت بالبتاعة عارفه اللي تشيلة دي. مامتك لما جت تتجوز قالت لي هاتي لي هون نحاس. قلت لها طب خدي دوت، قالت لي لا طبعا هاتي لي بس واحد زيه. ما طلعش زي تاني اخف. طبعا حاجه زمان ما فيش زيها. ان شاء الله برضو اديهولكوا باذن الله.
ايدي تتكسر. بعد الشر عليك يا قلبي. شفتوا سارة بتحبني ازاي؟ بتقول لي ايه؟ تقول لي لا يا تيتا مش هاخده منك. ابتدي بقى اقلب باذنجان اهو. بصوا حبيبي، هو الزيت كان ياما فانا خدت حبه في الطاسه عشان هو زيت نضيف وزيت بطاطس بس، عشان زيت الباذنجان يا دوبك اقلب فيه فلفل ويبقى خلاص على كده. ونظرا لغلو الاسعار. وطبعا عشان تبقي اقتصاديه وجميله وشاطره والاكل ما تكفرلكيش، يعني ما تحسيش ان انتي صرفتي كتير. صرفتي كده كتير. ويعني طالما الزيت كتر منك خدي منه شويه، وبعدين ده مقدوح وطعمه بيبقى جميل يعني. وسخن. طبعا، ونزل سخن على الطاسه، فكده هيبقى احسن لك يعني، وتوفير يعني، هو من باب التوفير اكتر. بص حطيت شويه كزبره في اللي هون اهو، بس انا عشان لسه جايباهم من عند بومواجي في اسكندريه، في المنشيه بومواجي ده عندنا، فلسه ما حطيتهمش في العلب بتاعتهم. افضل بص عطارة لهون. فيكي يا اسكندرية. بص لهون وجماله، دقيقتين 3 انسي بقى، انسي حلاوه التوم وجماله. خلي بالك كمان الكمية بتاعت الفشة دي صغيرة، ده كان في فش كمان بس نقوله ايه بقى. لا، ما احنا قسمينها على مرتين. ما هو انتي بتقضي يومك، مش هتعمليه بقى يومين، بكره هتعملي اكل تاني، فانتي ما تكتريش عشان برضو الحاجه ما تبقاش قاعده معاكي في التلاجة ومعموله وخلاص. بعدين ما هي كتيره اهي ما شاء الله يعني حلو. انا جايباها يعني اعتبر لا كويسه. على فكره دي شمبري مش ضاني يا جماعه، هي بس طريه وجميله عشان هي استوت كويس. طبعا انا مفتريه فلفل فرحت مقطعه قرن تاني، بس الشطشطه بتاعتها كانت مخليها فظيعه المره دي. طبعا لو عندي لوجة انتوا عارفين طبعا مش هعمل كده، بس هي كانت عندي جدتي. بس هي كانت عندي تيتا مامتها. لا بس والله أكلة كانت ايه رأيك فيها يا سارة؟ مش كانت جميلة؟ حرشة وحلوة وجميلة. رائعة. رائعة. بص اوريك البطاطس جميلة ازاي. لا انا خدتها بس عشان استفرد بيها لوحدي. وانا ما خدتش بالي. انتي ما خدتيش لا بالك؟ انا كنت شفته واحدة رايحة جاية رايحة جاية. رايحة جاية على البطاطس بالهنا والشفا يا سوسو. انا بس بتساعديني وبتقللي من البوتاجاز شوية، ترى بتدور على مصلحتها. دي سارة دي انتوا عارفينها، بس هم بدوقها بقول لكم جميلة تحفة. بشوف الملح بتاعها بس. بصوا ظبطت تاني شوية ازاي. لا ودقت تاني كمان. كانت بقى بتستفرد بالبتاع لوحدها. لا والله بحس بس لازم اظبط ملحها. بصي دي واحدة أكلة جميلة جميلة تحفة تحفة تحفة، جربيها بس إن شاء الله بإذن الله هتبقى من أحلى الأكلات. حاجات المصمت دي بتبقى جميلة طبعا. بصوا حبايبي، لا أنا بحب العجل من أول راسه يا جماعة، من لغاية ديله، واللي زي يقول لي ويكتب لي في التعليقات. بصوا الأكلة جميلة إزاي. بصوا حبايب قلبي كده أكل بسيط وسهل، وعملنا من أبسط حاجة كده. بصوا هي فشة. طبعا ما عملتش حاجات كتيره النهارده عشان انا ما عنديش حد كتير النهارده، فامبارح كان في فته وحاجات كده. النهارده بقى عملنا فشه جميله وسهله وبسيطه، تابعوني فيها وهتشوفوا الطريقه من اسهل الطريقه. وحمرنا جنبها شويه بطاطس، وحمرنا جنبها طبق البدنجان الجميل ده اللي معصور عليه ليمون. اقلي البدنجان معصور عليه ليمون وهو سخن، ودوق الطعم وادعي لي. وعملت شويه سلطه جمال كده من بتوع المحلات. فأكلة بسيطة وسهلة، وتابعوني فيها وإن شاء الله هتعجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي، وأشوفكم على خير في فيديو تاني بإذن الله. باي.